سلام عليكم. في مشهد النادرين 50 سمكة قرشا تتغذى على حوت ضخم. الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عادة ما تكون أسماك قرش النمر كائنات منعزلة، يعيش كل واحد منها بشكل مستقل ولا شيء يجمعها مع مثل رائحة طعام في انتظارهم. تشترب الأطعمة العشرات من سمكة القرش دفعة واحدة، ورغم ذلك نادرا ما يمكن التقاط مثل هذه المشاهد بالكاميرا. في أواخر يونيو تمكنت طائرة بدون طيار كانت تحلق قبالة سواحل كوينزلاند بأستراليا من التقاط تجمع استثنائيين لحوالي 50 سمكة قرش نمر تمزق جثة حوت أحدب متوفى. يعد المشهد النادر مهمة لأبحاث أسماك القرش، كما أنه بمثابة تحذير للسباحين المحليين. يحذر دانييل ليتيفتون من وزارة البيئة والعلوم في كوينزلاند من أنه حيثما توجد حيثان ميتان فمن المحتملين أن تكون هناك أسماك قرش قريبة. ويضيفه: موت حوت واحد يخلق مصادرا للحياة للعديد من الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الأسماك وأسماك القرش والحياة البحريات الأخرى. نحن محظوظون هنا في دوريد ساندي مارين بارك، حيث يمكننا مشاهدة هذه العملية الطبيعية بشكل مباشر. لضمان استمرار مراقبة هذا الحدث بسهولة، قام المسؤولون بتثبيت بقايا الحوت في مكان أمن في خليج هي من الأعلى مباشرة. تظهر لقطات الطائرة بدون طيار دلال أسماك القرش التي تدور حول جثة الحوتي. من حين الآخرين يمكن رؤية سمكة قرش واحدة تندفع في الحوت وتلتقط منه قطعة وتدرب جسدها ذهبا وإيابا أثناء محاولتها تمزيق قطعة. في مرحلة ما من الفيديو يمكنك رؤية سحابة صفراء اللون تنجارف من تحت الحوت بينما تهاجمه أسماك قرش من أسفله. علمت محتملة على تسرب الغازات والعصائر في المعيدة إلى الماء. سمكة القرش تتغذى على الحوتي. قد تكون أسماك القرش من أوائل المخلوقات التي تصل إلى معدوبة الحيتاني، لكن بقايا تبقى النظم البائية لأعماق المحيطات مليئة بالطعام لعقود. عندما يموت الحوت بشكل طبيعي فإن الدهونة والغازات في جسميه تبقيه طافيا لفترة من الوقت. عندما تبدأ أسماك القرش في التقاط البقايا يبدأ الهيكل العظمي حتمان في الغرق. هذا ما يسمى سقوط الحوتي، ويزود كائنات قاع المحيط بالمغذيات الأساسية. افتم تسجيل كل من الثعابين والديدان والسرطان، البحر والأخطبوطات، وهي تغذى على الهياكل العظمية الحيتاني في أعماق قصوى، حتى إنهم يأكلون العظام. سلام عليكم.